كل عام وانتم بخير. رمضان مبارك علينا جميعا وعلى الامه الاسلاميه جميعا يا رب. قبل ما نتكلم عن رجيم رمضان وازاي تتمرن في رمضان وازاي تحقق افضل نتيجه ممكنه، فلازم انوه ان رمضان فرصه عظيمه جدا. خاب وخسر من ادرك رمضان ولم يغفر له. فزي ما بتجيب اخرك في الرجيم وفي الرياضه، هات اخرك في العبادات. فعاوزك تستغل الشهر ده كويس. اي حاجه في حياتك عاوز تصلحها او عادات ايجابيه عايز تبنيها، فدي افضل فرصه ليها انك تبنيها فيها وتبدا تتعود عليها من دلوقتي في رمضان. تستغل رمضان وتبدا تبني كل حاجه كويسه وتصلح اي حاجه وحشه موجوده في حياتك. فبجانب ان رمضان فرصه حقيقيه تغير فيها كل حياتك، فهو برضو فرصه حقيقيه انك تخس فيه بشكل كبير جدا. لان رمضان ده عباره عن صيام جاف، انت صايم بال 16 وبال 18 ساعه بدون حتى كوبايه ميه، فده اقوى من الصيام المتقطع بكتير كمان. تمام. ففي رمضان معدل حرق الدهون في الجسم بيكون في اعلى مستوياته، هيقلل مقاومه الانسولين، هينظم عندك هرمونات الجوع والشبع، وهيظبطك على تنظيم الوجبات. طبعا هيدربك على نظام الصيام المتقطع، ده اقوى من الصيام المتقطع كمان بكتير. فبعد رمضان لو عايز تمشي على الصيام المتقطع، هيكون فرصه ليك ان انت اصلا خلاص اتعودت واتدربت على نظام الصيام المتقطع، وهيزود ارادتك فيه بشكل كبير جدا وتقدر تحقق معاه افضل نتيجه ممكنه ان شاء الله. في رمضان فرصه حقيقيه تخس فيه وتحقق فيه كل اللي احنا قلناه ده، لو وحط 100 خط تحت كلمه لو ما لخبطتش الدنيا في وجبه الفطار. يعني انا بشوف ناس طول السنه ملتزمين وماشي على الدايت ومظبط الدنيا وما بياكلش حلويات خالص ولا مشروبات غازيه ولا اي حاجه، ومال العصاير على قد ما يقدر، ويجي في رمضان بيلخبط كل اللي هو عامله طول السنه، رغم ان اصلا رمضان فرصه ان انت تحقق فيه اكتر. يعني رمضان ده انت تستغله وتحقق فيه اكتر وتخس فيه وتظبط فيه مقاومه الانسولين ويدربك ويحفزك انك تستمر وتقدر تكمل. والحمد لله برضو ناس كتير جدا بيجوا في رمضان بيظبطوا الدنيا بشكل افضل من الاول وبيخسوا فيه احسن وبيزود فيه ارادته. وخصوصا لو الناس كتير ماشيه على دايت بقالها فتره وخلاص بقى احنا ملتزمين ان احنا ما باخدش حلويات، ماشي انا ان شاء الله في رمضان مش هدخل حلويات تاني. العصاير هدخلها بس في الوقت اللي احنا نقول عليه. فهات الاول ورقه وقلم واعرف معايا النظام اللي تمشي فيه بحيث تحقق بيه افضل نتيجه ممكنه. اول حاجه في الفطار، تمام، الفطار بتاعك هتبداه على 3 تمرات او 3 بلحات، تمام، مع كوبايه ميه، وبعدين نبدا ناكل البروتين والشوربه والخضار اللي موجود. يعني احنا مثلا عاملين فراخ، يبقى هتاكل الفراخ مع شوربه الفراخ مع الخضار اللي موجود، وهكذا. عاملين لحمه هكذا، عاملين سمك هكذا. ايا كان البروتين اللي انت عامله، ابدا بالبروتين الاول بجانب الخضار بجانب الشوربه بتاعته، وبعدين في الاخر ابدا كمل بالنشويات اللي موجوده، لان الطريقه دي هتخليك تاكل اقل كميه من النشويات. يعني الرز والمكرونه خليهم في الاخر كده، لما انت خلاص تبقى مليت معدتك بالبروتين وبدات تشبع، هناخد المعالق الموجوده في الدايت بتاعك سواء الوزن اللي انت ماشي عليه، وخلاص الموضوع بقى بكل سهوله. تمام. بالنسبه للعصير، اوعى تفطر على عصير. يعني ما تجيش تشرب كده عصير وفيه سكر ومستوى السكر في الدم بتاعك اقل مستوياته وتروح انت تيجي ترفعه للسماء، دي اسوأ حاجه ممكن تعملها. لا، احنا عايزين نرفع مستوى السكر بس بالتدريج. فكفايه قوي 3 بلحات يبداوا يفوقوك كده. فالعصير لو عايز تشرب عصير يبقى كوبايه صغيره بعد الاكل، تمام، مش قبل الاكل. يبقى العصير هنخليه دايما بعد الاكل. وطبعا الحلويات حاول تقلل منها على قدر المستطاع. لو انت ما بتاكلش حلويات طول السنه ومظبط الدنيا، ما تجيش في رمضان وتقول لي ده شهر الحلويات. رمضان عمره ما كان شهر الحلويات. فلو انت ملتزم وما بتاكلش الحلويات ما تاكلهاش خالص. طيب لو انت بتاكل حلويات فقلل منها على قدر المستطاع. يعني مش كل يوم حلويات وبيبقى بكميات صغيره كده ان انت تدوق وخلاص. اما بالنسبه للسحور، فركز على البروتينات اللي تسد معاك الشهيه لاطول فتره ممكنه. يعني السحور بتاعك لازم يكون غني بالبيض، البيض كويس جدا، الفول، الجبنه القريش، تمام، وطبعا جنبهم الخضار اللي موجود وعلبه الزبادي. يبقى كده حلو جدا. السحور ده هيساعد معاك ان انت تقدر تكمل صيامك طول اليوم ويسد معاك الشهيه، وفي نفس الوقت سعراته اقل، وطبعا ما فيهوش نشويات كتير. يعني هو غني بالبروتين قليل النشويات، فهيبقى حلو جدا ومثالي جدا معاك السحور ده. اما بالنسبه للتمرين، فاحنا عندنا تمرين حديد وتمرين كارديو، وكل واحد فيهم ليهم وقت مثالي. تمام. نبدا بالكارديو. الكارديو افضل وقت ليه هي الساعه الذهبيه. والساعه الذهبيه دي وقتها امتى؟ هي قبل المغرب بساعه. دي افضل وقت فيه تعمل كارديو، هيزود معاك معدل حرق الدهون بشكل كبير جدا وهتخس فيه بكل سهوله. طيب حضرتك ست بيت ومش فاضيه في الساعه اللي قبل المغرب دي بتجهزي فيها الاكل، يبقى الساعه اللي قبلها. برضو مش فاضيه، يبقى الساعه اللي قبلها. يعني من الاخر اخر ساعات الصيام هي دي افضل وقت تعمل فيه تمارين الكارديو. تمام. طيب حضرتك مش فاضي خالص بالصبح وطول اليوم شغال
وبتخلص المغرب، فهل كده ما تعملش كارديو بعد الفطار؟ لا، ما فيش مشكله انك تعمل كارديو بعد الفطار. يعني لو مش فاضي قبل الفطار فخلاص ما فيش مشكله، خليه بعد الفطار. لو ما بتقدرش تعمل كارديو قبل الفطار ما فيش مشكله، خليه بعد الفطار. تمام، اي وقت يناسبك ما فيش مشكله. لكن تمارين الحديد هي اللي لازم تبقى بعد الفطار، ما تتمرنش حديد قبل الفطار خالص. تمام، لان تمارين الحديد دي محتاجه مصادر طاقه كبيره، وانت اصلا جسمك ما فيهوش سكر ولا جلايكوجين، يعني مصادر الطاقه اللي في الجسم قليله جدا. فانت لما تبدا تتمرن حديد في وقت الصيام هيبدا يتجه للدهون والبروتينات بتاعت العضلات، يبدا يكسرها عشان يبدا يطلع منها ويبدا يستخدم طاقه. فانت لو عايز تبني عضلات ما تتمرنش قبل المغرب، لان انت كده هتكسر العضلات بتاعتك عشان تقدر تتمرن، فانت ما استفدتش اي حاجه. فدايما تمرين الحديد هنخليه بعد الفطار، وممكن تخليه كمان بعد التراويح. فالحديد يبقى بعد الفطار، والكارديو الافضل يبقى قبل. ما ناسبكش قبل الفطار مفيش مشكله، خليه بعد الفطار. وفي بقى نصيحتين اغلبنا بيقع فيهم في رمضان وهم مهمين جدا وبيفرقوا معانا بشكل كبير جدا. النصيحه الاولى وهي الميه. الميه مهمه جدا وبتزود معدل الحرق، ودايما بنذكر في الميه الناس اللي بتتابعنا يعني، فمحتاج تشرب ميه كتير، يعني وصلها على الاقل 2 لتر. عرفت توصلها ل 3 لتر يبقى افضل وافضل كمان. تمام، فالميه ما تنساهاش عشان من الحاجات اللي بتسد الشهيه وبتزود معدل الحرق في الجسم، ومهمه لجميع العمليات الحيويه في جسم الانسان. طيب النقطه الثانيه وهي ايه؟ وهي النوم. اغلبنا بيجي في رمضان بيبوظ الدنيا خالص وبينام بشكل اقل، وبرده النوم من الحاجات اللي بتزود معدل الحرق وبتنظم الهرمونات وبتزود ارادتك وبتظبط معاك كل حياتك. فالنوم برده من الحاجات المهمه تهتم بيها، فحاول تخليهم من 6 ل 7 ساعات. تقسمهم بقى، مفيش مشكله انك تاخد من 4 ل 5 ساعات بالليل. تمام، لو انت بتسهر مثلا 4 ل 5 ساعات بالليل، وتاخد من ساعه لساعتين بعد الظهر. بس النوم مهم جدا، هيزود برضو معاك ان انت تقدر تلتزم، ان انت تقدر تصوم، انه يفوقك. هتلتزم بالدايت. انت لو مش نايم كويس وبتيجي وقت الفطار هتلاقي نفسك اصلا مش مركز، وعمال بتاكل حلويات وبتاخد عصاير وعمال بتاكل وخلاص، مفيش وعي. فالنوم هيفرق معاك بشكل كبير جدا، هو والميه. ركز معاهم عشان ناس كتير جدا بيقعوا فيهم في رمضان ويبوظوهم خالص. وعندنا مفاجأة عظيمة لكل الناس اللي بتنزل الجيم وبتتمرن. ان شاء الله خلال شهر رمضان هنعمل لكم جميع الأنظمة التدريبية، يعني كل حد وخميس الساعة 6 ان شاء الله هننزل لكم جميع الأنظمة التدريبية، بحيث يكون معاك كل الأنظمة التدريبية وما تحتاجش تشترك مع اي مدرب. تمام، هنبدأ ببوش بول ليج لان هو من افضل الأنظمة واشهرهم. بعد كده هنبدأ نخش على الابر واللور، هنبدأ نخش على البروس بليت، ارنولد سبليت، هنخش على الفرونت والباك، خش على السوبر 7. هنقول لكم كل حاجه بالايام بتاعتها والتمرينه كامله بالاوزان بكل حاجه، بحيث يكون معاك انظمه تدريبيه شامله. الكلام ده والله مدفوع، يعني هنديه لكم مجانا بمناسبه الشهر الكريم. فما تنساش تعمل لايك للفيديو ده عشان يوصل لاكبر عدد من الناس، وتعمل اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد اول ما ننزله. ونشوفكم الفيديو الجاي على خير. سلام عليكم.